شوف استاذ نجم هذه الوثائق، هذه 500 مليار عراقيه. شنو هاي؟ عراقيه صرف هذه الوثائق. شنو 500 مال من؟ 500 مليار جنب بيت المليارات بتطاير. اي لا هي شوف مدخل اطنان من الحديد. الحديد المدخله شيش، وتدخل اطنان تكفي لك تبني لك سقف مال يمكن 5 محافظات. ابو الشركه العربيه مال اي نعم. دخلت طابوق، حتى الطابوق جابوه من الخارج، ودخلت مرمر، ودخلت سيراميك يطبق العراق كله، هذا كله بدون ضريبه وبدون رسم. خسرت العراق الالاف، طبعا دني جاي احسبهن وياك، هذني كلهن خساره على العراق باموال لا تعد ولا تحصى، طلعت كلها وهميه. الشركه وهميه، الارض وهميه، المشاريع وهميه، ما موجود ولا شيء بالارض ابدا. دخل اساءوا هذه الشركات الموجوده بالعراق، اساءت حتى للعراق. الشركه العربيه للتنميه اوكانيد، طبعا هذه شركه عندنا شراكه احنا موجوده مع الكويت وقطر وسوريا والامارات والسعوديه والصومال واليمن، وعندنا اراضي موجوده في العراق. 12,000 دونم في الطليعه في بابل، 6,000 دونم في إديالة، و36,000 دونم وين؟ في توك. الجماعة سووا كركوك توك في توك. طبعا الأخوة الكرد أخذوها هذيك سقطت. الجماعة هنا ايش سووا؟ سووا عقود. هي ويا من متعاقده الشركه العربيه؟ الشركه ويا وزاره الزراعه، اعطوهم هذه الاراضي حتى تستثمر ويصير ان بها ايرادات، ايرادات للدوله العراقيه. عندنا استثمارات في الخارج واستثمارات في الداخل. هذه الاستثمارات اللي بالعراق نفسها موجوده في الخارج، اللي بالخارج اموالنا حجزت. ليش تم حجزها الارباح؟ لان هذه العراقيين هنا الموجودين تلاعبوا بهذه الاصول الموجوده هنا. ايش سووا؟ انا اقول لك ايش سووا. هاي الشركه معفيه عن الضرائب وعن الجمارك. سووا الجماعه؟ جابوا لهم شركات خاصه لهم، قالوا لهم ناجر لكم هذه الارض. كذب، الايجار كل شيء ما اجى من عنده. يعني عقد من الباطن. من الباطن كله، كذب بكذب، دون علم السعوديه والكويت وهذا الشركاء الموجودين ويانا على هذه الارض. اعطوهم اياه، قالوا لهم وهذه اوراق. ايش قد صدروا لهم؟ صدروا لهم الاف الاوراق الاعفاء الجمركي. راحت هذه الشركه المفروض تعتني بتطوير الزراعه بال 12,000 دونم، رحنا لها ال 12,000 دونم، لقيناهم الشركه جايبه مواد مدخله ب 500 مليار، بس الارض جريدي ما بيها، لا بيها جريدي، العفو بيها جريدي وفار، لكن زراعه ما بيها. 500 مليار دينار مواد بدون باعفاءات، كلها اعفاءات، بها اعفاء، كلها اعفاء، ما ابد ولا لا المواد اللي تم لا جمرك ولا ضريبه، بدون جمرك. هي خاصه بالزراعه بالعقد؟ هي هنا احسنت. شوف، لا زراعه ولا عقد. مثلا اجى هذا الشخص شو مدخل اطنان من الحديد. الحديد المدخله شيش، وكذلك الحديد اللي يستخدم الصناعي، مدخل اطنان تكفي لك تبني لك سقف مال يمكن 5 محافظات. ابو الشركه العربيه مال اي نعم. هذا الشركه اللي وياه اللي دخلت، اللي هي اعطوها اعفاءات، مدخله حديد، قلت لك تسوي لك سقف مال 5 محافظات. وين وديتوا هذا الشيش من الحديد؟ بعد شو مدخله مواد؟ دخلت خشب بانواع مختلفه لا تعد ولا تحصى من هذا، دخلت موتورات مالت ماء ومبردات وخزانات مي، ودخلت طابوق، حتى الطابوق جابوه من الخارج، ودخلت مرمر، ودخلت سيراميك يطبق العراق كله، هذا كله بدون ضريبه وبدون رسم. خسرت العراق الالاف، طبعا دني جاي احسبهن وياك، هذني كلهن خساره على العراق باموال لا تعد ولا تحصى، طلعت كلها وهميه. الشركة وهمية، الأرض وهمية، المشاريع وهمية، ما موجود ولا شيء بالأرض أبدا. دخلا باسم بناء بلد، لكن راحا للأسواق مباشرة بإعفاء نافسا، وحصلوا عليها أرباح. زين، احنا هنا بسبب الإعفاءات الجمركية خسرنا 500 مليار دينار. نعم، هاي المواد اللي دخلت. المبالغ اللي خسرناها برا نتيجة التعاقد مع الشركه العربيه. انحزت اموالنا الموجوده في الخارج. ليش انحزت اموالنا؟ انحزت لان عندهم، والشركه ليش ما نفذت؟ هاي الاراضي الان عليها مشكله صارت، وما نفذوا المطلوب بها، حتى من ضمنها مالت توك، يقول لك كملوا مشكلتكم هنا حتى نطلق لكم الارباح الموجوده هناك. بالمناسبه كان الممثل العراقي اللي يروحون اثنين يسموهم اللي يمثلون هذه الشركه، لما يروحون يعقدون اجتماع بالخارج ايش قد ياخذ ايفاد؟ دفترين. شو يسوي بهم؟ هاي دفترين يجي افاد من هذا، يعني يصرف له دفترين يا وزاره؟ يصرفوا له هو على بناء على هذا العمل مال هذه الشركات. من ممثل العراقي اللي يحضر هم اثنين، دفترين بالروحه الوحده، اي روح يروح بها
كان ايفاد كانه مو بس هذا الايفاد مالته اللي يجي بيه يجتمع بيه بابو غريب، عندهم مقر بابو غريب يجي يجتمع بيه، يطلع من الوزاره مال الزراعه، الوزاره مال الزراعه تندلوها وين؟ عندها. ما هي من عندها لابو غريب 20 ورقه. يخاف يروح مشي. اللي لا هو- يجر على لا الطياره لا يجر على قدر حتى المشقة. ايجار الطياره مو بهالكثر هذا. 20 ورقه من يعني مو محافظه الى من محافظه. يمشي راتون لابو غريب اي مو محافظه الى ويرجع محافظه. ب 20. كل ما يجي ياخذ 20. اي والله ما يعني ماكو هيك فرهود. زين، هسه العقد مع الشركه العربيه نعم. وين وصل؟ بعده مستمر؟ هذا استلم من النزاهه بتحقيقاته بامواله الموجوده، شوفها بالخساره اللي تحققت على العراق الان، وباقي التحقيقات الان مستمره. من المتعاقد مع الشركه العربيه بعهد يا حكومه؟ المدير العام لعنه الله عليه، هو هذا سواها. المدير ايش سوى هذا المدير؟ قام المدير بتوقيع عده كتب وجهات خارجيه واصدارها، طبعا ابرام عقد غير قابل، غير البيوتات الموجوده اللي اخذها، تقريبا خسرت العراق اكثر من 100 مليار تقريبا، هاي غير البيوتات غير الخمسمية. نعم غير البيوتات، ابتزاز الفلاحين وكذلك المستغلين للاراضي، هاي هم ابتزهم، اكو ابتزاز بالقضيه مالته. بعد سوى استغلال كل موارد الدوله وبنايات الدوله واراضي الدوله والبيوتات التي عائده لهذه الشركه، اضافه الى التعامل الخارجي مع الدول الاخرى بطرق مختلفه وغير لائقه لا تمثل العراق، وقيام مجلس الاداره بتحويل عقارات من منطقه المنصوره ببغداد الى اسم المدير العام للشركه بدون معرفه البيع بيش ما اخذوا حتى العقارات باسمهم. شو تريد؟ الدليل والاوراق. هو هذا اوراق الان ما عندنا شيء بدون دليل. انت قدمت اعلان الى النزاهه؟ نعم. قبل ايش هذا قد؟ انا بدورتي الانتخابيه ب 2025. اني اتذكر الاخوه في لجنه النزاهه من زمان انا تناولت موضوع الشركه العربيه، لكن الى الان احنا ما سمعنا. انا اقدر انه انتم عليكم ضغط، لكن هذا لا يمنع انه ان تفتح هذه التحقيقات. الان هسه هاي الاراضي اللي عند الشركه العربيه لا هم منفذين العقد ولا احنا مستفادين منه. ابدا اذيه، احنا خساره، كل العراق خساره. 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 زين والله هي هذا نفس الموضوع